عبد الله فتحي. سيد عبد الله، بداية قراءتك لمنطوق الحكم الذي يعنيه، هل يحق للرئيس الأسبق أن يسافر، أن يغادر الحدود المصرية، مع أنه هو فيما يشبه طبعا الحبس الاحتياطي ولكن في ممتلكات أو داخل ممتلكاته الخاصة وداخل الحدود المصرية؟ خلينا بس في الأول ننبه ونؤكد على كلام الفقيه القانوني اللي حضرتك كنت في مداخلة معاه، وهو أن ما اتخذ اليوم هو قرار وليس حكم، وهو قرار بإخلاء سبيله. الرئيس السابق حسني مبارك كان محبوس على ذمة قضية واستكمل فيها مدة الحبس الاحتياطي اللي هي القضية الرئيسية والتي نقض الحكم فيها، واستكمل مدة الحبس الاحتياطي وهي عامين، وهذا نص القانون انه لا يجوز حبس المتهم على ذمة قضية اكثر من سنتين وقد وفاهم فأخلي سبيله عنها في المرة الأخيرة السابقة. واليوم في القضية الأخيرة التي المتهم موجه إليه الاتهام فيها كان محبوس احتياطيا على ذمتها ونفذ الحبس الاحتياطي بعد استنفاذ مدة الحبس الاحتياطي في القضية السابقة، والمحكمة قررت إخلاء سبيله. وإخلاء السبيل لا يعني براءة أو تبرئة ساحته من الاتهام، الأمر ما زال أمام المحكمة تفصل فيه وتقضي فيه في إدانته أو في براءته حسبما يتراءى لها وحسبما تستبين من الأوراق التي أمامها ومن الأدلة وبوفق ما يملي عليه ضميرها ويرضي الله سبحانه وتعالى. طيب ولكن هذا لا يعني براءتي من عدمه، لأن حضرتك بتقولي حكم وبراءة، هي ليست حكم، هو مجرد قرار. قرار الحبس الاحتياطي ده قرار احترازي يتخذ قبل المتهم أثناء محاكمته أو أثناء التحقيق معه خشية هربه أو عبثوا بالأدلة، وبمجرد استيفاء مدة الحبس الاحتياطي أو انتفاء مبررات هذا الحبس الاحتياطي يتم إخلاء سبيل المتهم. له الحق في مغادرة الحدود؟ لا أعتقد. مسألة مغادرة الحدود دي أمر يتوقف على أن هناك في آخر قرار المنع من السفر. الحبس الاحتياطي شيء والمنع من السفر شيء آخر. مسألة المنع من السفر يتعلق بحال الرئيس الأسبق أم لا، أم ليس لديك فكرة؟ نعم، المنع من السفر يتعلق بوضع الرئيس الأسبق حسني مبارك أم أنه سبق قرار الحبس، سبق قرار الحبس الاحتياطي واتخاذ اجراءات تحقيق مع الرئيس السابق ان صدر ضده قرار بالمنع من السفر هو واسرته وما زال نافذا الى يومنا هذا؟ نعم، ما زال نافذا هذا القرار الى يومنا هذا طالما انه لم يلغى ولم يتظلم منه ويعترض عليه فهو قائم. وهذا امر يختلف تماما عن امر الحبس الاحتياطي. اليوم هو اخلي سبيله وانتهى مده الحبس الاحتياطي، ولكن محامي مبارك توقع عن الافراج عن الرئيس غدا، هل تعتقد انه هذا من الممكن ان يحدث بهذه السرعه، يعني بمجرد صدور القرار وتنفيذه بعد يوم؟ طالما انه غير محبوس احتياطيا على ذمه قضيه اخرى، الامر يتوقف على مدى الوقت الذي تستغرقه هذه الاجراءات اخلاء سبيله، ولكن بمجرد ان قررت المحكمه اخلاء سبيله المفترض ان تتخذ اجراءاتها اخلاء هذا السبيل وفق الاجراءات المعتاده كشأنه شأن اي متهم. طيب هل هناك أي من الثغرات القانونية التي ممكن أن تحول، يعني من هنا لليوم الغد بحسب حديث محامي الرئيس الأسبق، تحول دون تنفيذ القرار؟ ليست هناك تسمى ثغرات. الامر هذه مسائل قانونيه. اذا كان هو محبوسا احتياطيا على ذمه قضيه اخرى فيظل محبوسا على ذمتها. اذا كان هناك سمى الداعي او مبرر لحبسه احتياطيا على بناء على بلاغ قدم ولو متخذ اجراءات التحقيق سيتم حبسه احتياطيا مره اخرى. ولكن اذا لم يكن هذا ولا ذاك اذا سيكون هو اخلاء السبيل هو الاجراء الواجب اتخاذه قانونا. إذا أشكرك من القاهرة نائب رئيس محكمة النقد أو أستاذ القانون بجامعة عين أو القاضي عبد الله فتحي، شكرا جزيلا لك.